المهدير، هاد القصة راه شوية جريئة، هاد القصة ما تسمحهاش مع عائلتك، سمحها لراسك. هاد القصة هادي خطيرة وكثر في المجتمع ديالنا بزاف. هاد القصة اللي غادي نحكيها لكم على ليلة الدخلة، وواحد السر خطير على واحد السيد غادي يحكي لينا شنو هو المشكل اللي لقاه مع مراته، كيفاش لقى مراته ماشي بحال باقي العيالات. واش جايين تسمعوا القصه؟ واش جايين تسمعوا هاد السر؟ واش جايين تعرفوا اش طاري لهاد السيده وهاد السيد؟ نقولوا بسم الله على بركه الله وسماعاتنا، وغادي نهضروا على مهدي اللي كان ما مخلي حتى وحده، ما مخلي لا المرأة الطويلة، لا المرأة السمينة، لا المرأة اللي الصفة ديالها أورانجينة، لا المرأة الرقيقة، لا المرأة المسلوتة، اللي ما لقاش من يفوت ليها. وماشي غير تصاحب من داك الناس اللي كيمشيو لخرجان الطريق الفساد. راكم عارفين دوك العلاقات اللي محرمة عندنا في الدين. قلت لكم القصة جريئة. اش غادي يدير هذا مهدي؟ من هادي لهادي 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 ما خلا في خاطرو والو، وراه خدام، خدام وبفلوسو. تشوف واحد العائله اللي تبارك الله تابعين رزقهم، تابعين فلوسهم، تابعين خدمتهم. ملي غادي يوصل داك اللاج تاع الثلاثينات غادي بحال كيما نقولوا تبدي النفس ديالو تشبع من ديك التفاليس، هادي زعرة، هادي دايره على ميش، هادي مصايبه حواجبها، هادي لابسه المنمر. راكو عارفين طريق الفساد، هادي فابور، هادي بساندويش تمشي معاك، هادي تخلص ليها الليله، هادي لا تشري لها العصير وداك الشيء. لا من شرحوا الواضحات من المفضحات. مهدي المهم في سايدي بالتالي نجيبها لكم تلخيص. ما خلا ما دار، ما خلا حتى وحده ما طلع عليها. الفصالات نتاع النساء كلهم حفظهم وفهمهم. فاش غادي يدير؟ ما يدير باغي يتزوج. مين يبغي الواحد بحال هاد النوع هذا يتزوج خاصو يجيبها من البلاد، خاص تكون شافتها غير امها وجداها. داكشي اللي غادي يدير. غادي يرجع للبلاد ديالهم ويسول الحاج فلان، الحاج فرتلان، على هاد البنات اللي عندهم في الدوار، على هادي حتى تيتلاقى مع العطار كان تيبيع داكشي ديال العطور وداكشي ديال راكو عارفين. وكان في نفس الوقت واحد الراجل مدين، واحد الراجل متقى الله، يهضر معاه مني منا شي بنيه للزواج. قال لي راه عندي واحد البنيه بنتي، ولكن كاين واحد المشكل ما نعرفش واش تقبل عليه ولا ما تقبلش عليه. شنو هو عمي العطار؟ قال لي بنيتي راه سبق ليها تزوجات ولكن لم يبني بها. كيفاش لم يبني بها؟ هذه طوبيه ولا ياجور لا بغلي؟ لا لم يبني بها، ما دخلش عليها، داير معاها الطلاق قبل البناء. لم يبني بها يعني ما داروش ليلة الدخلة. هذيك هي يا سيدي، لم يبني بها. كيقولها وكيعاود. ملي حالو العجب في ديك لم يبني بها. قلت لكم هو شاف العجب كيما شاف شي واحد السيده تتزوج وتوصل حتى لعند الراجل ويديروا العرس وما يبنيش بها. ما جاتوش، ما دخلتلوش في المخ، جاتو بحال تحدي. قال ناخذها، لم يبني بها، لم يبني بها، ناخذها. الحاج العطار غادي يقول ليه ودي نديرو القاعده، قولها لعائلتك، شتور معاهم وجيبهم ومرحبا بك ديك الساعه. فعلا مهدي غادي يمشي عند والديه، غادي يقول لهم بغيت نتزوج وراني عرفت بنت فلان الفلاني وخصنا نمشيو نشوفوهم ونتعرفوا عليهم. غير هو الحاج الوالد راه السيده تزوجت ولكن لم يبني بها. الحاج ما عرف باش تبلى، لم يبني بها. انت غادي تزوج مرا ولا غادي تزوج طوبيه؟ لا الحاج لم يبني بها يعني تزوجات وما كملوش داك الجوجه ديالهم حتى القنت، حتى الاخر يعني. سمحوا لي واحد الجرأة باش نحكي هاد القصة، مانيش عارفة منين راني جايبتها، ولكن لأنها واحد القضية نعاود نقولها لكم شائكة وكتدور في المجتمع ديالنا بزاف، كتقيس بزاف ديال البنات. لذلك غادي نسمعوا حتى الاخر باش نعرفوا شنو طرا المهدي.
مع صباح، نسميوها حنا صباح. المهدي مشى عند باه حكاها ليه عند مو، قالوا له فيها خير نمشيو بعدا ونشوفوا البنيه. وديك الساعه يدير الله تا ولدي على الخير. داكشي اللي داروا، مشاو هما الحاج راهم عارفين السمعه ديالو في داك الدوار، راه يعمر ليه الدار لا هو لا مراته لا عائلته لا قبيلته. مشاو لعم سيدي، دخلوا شافوا البنيه. مهدي شاف صباح لقاها على مزيناتها، وواحد البنيه سكوتيه ترونكيل، حالو العجب زعما هاد الجمال وهاد العقل وهاد الفتنه هادي. وفي التالي طلقها الراجل. كيقول مهدي انا استغربت، كيحد الزين هذا وسخا بيها، كاينه شي حاجه تما كاين ما قالوهاش ليا. ولكن انا ما يشتا ديك البنت، انا عارفه انا دوزت في حياتي. ما يمكنش انا هادي يطلقها شي واحد غير هكاك، ولكن خاصني نعرف علاش وكيفاش. فعجباتو البنت، وافق يتزوج بها، وافق انه ياخذها. راه ملي شافها كنت قالوا له بنا بها لو كان وافق. عجباتو بنيه زوينه 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 بزاف. اتفقوا بيناتهم غادي يديروا ليها الصدق ديالها، العرس ديالها، وغادي تمشي مع راجلها للدار. مشات صباح للدار، صافي كمل العرس، غيديروا ليلة الدخلة. السيدة رفضت ان راجلها يقربها. بنت الناس حنا تزوجنا باش نقربك وتقربيني؟ لا. بقى معاها يسايس فيها يسايس فيها، قالت ليه صافي نطفيو الضو. قال لي انا ماشي خفاش باش نطفي الضو، انا تزوجت بالحلال باش نطفي الضو. بقى معاها. كيقول مهدي ملي هداها الله واقتنعت ووافقات انني نقرب ليها، بنت حشوميه بزاف بزاف بزاف، ترجف وخايفه. قالوا انا من شفتها خايفه هكاك، زعما بقيت هكاك كما نقولوا نسري عليها باش ما تخافش وباش ما نخلعهاش وباش قال لهم ولكن ماشي هنا المشكله. البنت من بدات تترخى وبديت انا نحقق فيها، انا بان لي واحد العجب فيها، ما عمرني شفتو عند شي وحده اخرى. السيده داكشي اللي شفتو فيها انا ما عمرني شفتو. انا تصدمت، انا قلت لها صباح اش هادشي، وهي بدات تبكي عليا. قالت لي داكشي اللي كنت خايفه منه. علاش كنتي خايفه؟ تشوفني وما نعجبكشي؟ قال لي يا صباح هادشي انتي راه كاع ما عندكشي داكشي، انتي غادي ديري تزوجي وغادي ديري تولدي. بقات تبكي، قالت لي يا ذنوبي على جده. كيفاش؟ قالت لي تقفاتني. اش غادي نقول لكم اخوتي خواتاتي، هذيك البلاصه عندها اللي كيولدوا بها النساء ما كايناشي، ما بايناشي اصلا، بحال قلتي الرجل لاصقه على رجل. انا حالي العجب وهي تبكي وشفاتني الجريحه. اش غادي ندير بها هكا؟ نمشي نقولها لحبابها؟ قلت ليها امك ما عالجاتك ما دارت لك دواء؟ وانا كانت الصدمه الثانيه. قالت لك نعم سيدي، ما كاع ما فخبارهاش بلي جده داتني وتقفاتني، وجده راه ماشي غير كتقفني غير انا، راه كاع حفايدتها كتقفهم، وما كاش لي قد ينفلف عند جده. وبقات تحكي لي، هي كتحكي وكتبكي وانا طلعت ليا البروده مع ظهري. دارت علاش السيد لم يدخل بها؟ يحسن عوانو، اش غادي يدخل ما يدخل؟ والسيده جدها مسده لها كلشي، ما خلتش هذيك البلاصه تبان. شاد الجده هادي، شاد المصيبه. عفالي العجب. اش غادي ندير انا دابا مع هادي؟ اش غنقول؟ عرفت، قلت لهم يدخل بها، لم يبني بها. هادي اش غادي يبني بها؟ هادي راه مسكين بقى يشوف ورجعها لمواليها، وهي قالك كتحشم ومكدتش تقول لمها داكشي. بزاف ديال البنات راهم كيحشموا مكدوش يقولوا لمواتهم داكشي، مكدوش يتعروا قدام مواتهم. هي هادي صباح اللي تزوجتها انايا شفاتني، قلت انا ما غاديش نطلقك، ما غاديش نردك لامك ولباك، ولكن غادي نحاول نعالجك، غادي نحاول نلقى معاك حل. ارتاحت البنيه، ارتاحت شويه، ولكن انا ما ارتاحيتش. غادي نمشي للنسيبه ديالي
وغادي نقولها ليها. وانا قلتها ليها وهي بدات ويلي ايش هادشي، ما عنديش الخبر، وتشد في بنتها وتنتر فيها وتقول اش ما قلتليش. وانا تنسلك البنت منها ونقول لها هادشي ما تيتحلش هكا، غير صبري. صيفطات ولدها يعيط على باه من المحل، جا نسيبك جا الحاج، بدات تتغوت عليه موكو ما دير موكو في موكو كدا، هو يجبدها معاه بواحد الصرفيقه حتى دار وجهها. هي غير حنات وجهها وسكتت ودخلت للبيت. كاع ديك التصعصيع اللي كان فيها الحاج كمدها، جات ساكته. شاف فيا قال لي انا ما نعرفش نتفاهم مع العيالات اللي يغوتوا، اش كاين ما كاين. قول لي ولدي غير بشوي وفهمني. بديت تنفهمو باللي الوالده ديالو الحاجه راه دايره شي دوا لبنتها، راه دايرت لها شي تقاف، والبنت راه ما قداتش تحكي داكشي حتى لامها. الحاج صداتو الصدمه، هادي مو كدير هادشي وهاد الفايل. قالك حكا ما حكا كتخاف على حفيداتها على الشرف ديالهم ويجيبوا المشاكل لبواتهم كدير لهم هاد الخدمه هادي. لا حول ولا قوه. والحاج من سمع مني داكشي اللي سمعو وبغي يزعف على بنتو، وانا نكالمي نقول له الحاج راه مراتي ما ضربهاش. خداني انا وخدا بنتو وخدا مراتو ومشى لدار. السلام مهمتي لاباس بخير الحاجه كي راكي دايره؟ قال ليها اودي راني جيت عندك على قبال البنت. كيفاش لي انت زوجتيها ما تقوليش ما حسبنيش ني وبدات نقول عليه وبتزعف. نسيبي تكمش قدامه وحسرة التصرفيقه اللي ضرب بها المدام ديالتو. دابا ولا ظريف وما قالش ينفلف. وليك الحاجه مو ونسيبه كبيره، اش غادي نقول لكم، واحد شطامطه منها دايره واحد العكاز وكتعرج لواحد الرجل وقويه. شكون يهضر معاها وشكون ينفنف معاها؟ قلتها خايف منها. طرداتو من الدار، قلت له خرج عليا ما ديت البنت وما تعلمنيش وانا كي بنت ليك ومبغاتش تسكت. طرداتو خرج من الدار. ولينا ندورو على عمامها واحد بواحد نرغبوهم باش يهضروا معاها. خلي يقول لنا انا ما نهضرش مع امي، ما تسخط عليا، شكون يقرب عندها؟ تا واحد ما بغى. كي غادي ندير يا ربي؟ انا وعدت المراه ديالي، انا وعدت الصبوحه، قلت ليها غادي نعالجوا المشكل وغادي نحلوه ما تخافيش. ودابا ما جاتش نتخلى عليها وما كلشي قد كلمتي. كي ندير بقيت نخمم ونضرب خماسي السداسي فيت عند شي خلق قبيله. قلت ليها ما كان. قال لي صافي وعلي انا نحاول نهضر مع الحاجه الله يهديها وصافي. مشى عند الحاج بلبلط عليه على حساب ما عاود ليا، بلبلط عليه حتى هو زادتو مع ولدها ومع عروستها. قالت لي ما حاسبينيش ويزوجوا البنت بلا خباري، واش انا مت واش انا كدا. قال لي صافي الحاجه اللي يغلب يعف، اش بغيتي دابا الحل اللي يديروه معاك؟ قالت لي الذبيحه، يجيب لي الذبيحه ويطلب السماحه. واش غادي نقول لكم؟ قلت انا صافي معليش خسرنا الذبيحه. طيات لنسيبي باش يشري واحد العجل، شراه وفعلا دينا ليها ورضات عليه وداها الله. قالت لي ودابا ملي طلبتي السماحه انا غادي نداوي لك البنت، كان خاصك تقولها ليا قبل ما تزوج البنت ماشي تا طفرت. هي هذيك غادي تقول لي انت جلس وشد الارض، تا خاطيك هاد الحوايج وهاد المسائل، نتايا غير خرجت الشبقات هادي غتدخل مراتي معاها. وخا قلت لها لا انا خاص ندخل مع مراتي، قالت لي حتى خاطيك ما بغاتش. غادي تدخل البنت معاها وغادي تصيفط نسيبي، ما عرفت فين صيفطاتو. دابا اللي جايب واحد البوديزه كبيره ديال الماء فيها داك الشيء صفر، دخلها عندها البيت، بقاو في ديك البيت هو وامو وبنتو واحد شويه وهو خرج. بقات هي مع حفيدتها قريب ساعه وهي تعيط عليا. قالت لي صافي مراتك راه ما فيها والو ديها. واش غادي نقول لكم؟ عرفتي داكشي اللي دارتو ليا، ولات مراتي طبيعيه، ولات نورمال. وديتها للدار
وكملنا الزواج ديالنا الحمد لله. ودابا راه عندنا 2 الوليدات. مراتي خرجت الله يعمر ليها الدار، ما تهش ما تنش. وهذيك الخدمه اللي درتها وانني سترتها وانني بقيت مزوج معاها كبرات فيها الصراحه. ولكن ديك الخدمه ديال الثقاف راه ماشي سهله على البنات. شوفوا صباح اش عانات. انا اللي بقيت نخمم فيه وشغل لي بالي هو لو كان ديك جداتها ماتت غتبقى البنت هكذاك طول حياتها؟ شي شيبانيات وشي نسا كبارات في العائلات الله يعفو الله يستر، عقلية بقية قديمة كيضيعوا حفايدهم ولادهم بناتهم بواحد الطريقة غريبة عجيبة. شو غادي نقول لكم، القصة ديالنا سالات. الا عجبتكم الله يجازيكم بخير. ما تنساونيش من الاشتراك، ما تنساونيش من تعليق، ديروا غير وريضات نتوما ما تعذبوش راسكم. واللي عنده شي رأي يقولوا لنا، واللي عاش شي تجربه يقولها لينا، حيت هادشي هذا راه صعيب لا على المراه ولا على الراجل. راكم تشوفوا مهدي راه واخا كيحكي بواحد الطريقه شويه فكاهيه الا انه تألم زعما الصراحه لا هو لا مراته عاشوا المعاناه. هذيك المعاناه ما تقدرش يتعاودها لا للمقربين ولا اللي بعد عليك. مصيبه اش غادي تقول ليهم ليله الدخله تحشم تهضر فيها.